مساء الفل عليكم. كنت انا شرحت لكم في الموقع اللي احنا موجودين فيه ده، موقع مدينه نصر، تحديدا في شارع محمد يوسف موسى. كنت شرحت لكم عمليه التعديلات المعماريه، واحنا خدنا الشقه دي كسرناها من البدايه للنهايه، ثم بدانا مراحل التاسيسات، وشرحت لكم في فيديو مراحل التاسيسات كانت عامله ازاي. نتكلم النهارده استكمالا لاعمال بقى البورسلين، لسه بادئين بورسلين بقى لنا 3 ايام. نبدا بقى نشوف البورسلين معانا بيتركب ازاي، والكلابسات والصلايب والتفاصيل اللي احنا ناخد بالنا منها اثناء وجود الصناعيه. طيب احنا عندنا هنا البورسلين اللي موجوده دي بورسلينه مط. بتركب ازاي؟ بتركب طبعا زي ما احنا عارفين، خلاص قلناها كذا مره، ان احنا بنركب بمونه، وبعد كده بننشط البلاطه بماده ستيركسيو. اهم حاجه ان انا اخد بالي منها ان انا اركب الكليبسات والصلايب. المقاول اللي موجود معاه الهزاز يركب بطريقه كويسه، ناخد بالنا من اللحامات كلها ماشيه مع بعضها. يعني هو دلوقتي بيركب الكليبسات والصلايب، هيحط السيراميكا لازم تكون متمشطه. طب انا دلوقتي لو ركبت السيراميكا من غير ماده ستوكسيو هيحصل مشاكل كبيره جدا، ان البلاطه فيما بعد هتفصل وهتنطر. طيب الفواصل اللي احنا بنحطها دي وظيفتها ايه؟ الفواصل دي عشان التمدد مع الوقت البلاطه بتتمدد وتنطر كده، فاصبح ان هي بتبقى فيها مشاكل كتيره جدا. استنى قبل ما توريني نشوف البلاطه دي، نبص عليها نلاقيها متمشطه. دي ماده محطوط عليها متمشطه، خلاص احنا حافظنا على البلاطه. بيبدا يحطها، ما بيستخدمش الشاكوش ولا بتاع، يستخدم الهزاز بتاعه ويحطها بطريقه مناسبه، وخلاص اصبح ان هو البلاطه معاه بطريقه مناسبه زي ما هو. تعال نكمل باقي الشقه. كان معانا هنا في الشقه منسوبين. الحتتين دول هيتعملوا رخام من نوع البياطي. نخش على حمام الضيوف. حمام صغير مستخدمين فيه بلاطه 160 في 80. هات الشيت ده كده. حددنا مكان الحوض من ورا بشيتات حلوه جدا، بتتركب بطريقه نفس موضوع الماده، بتتركب 7 في 8، بيبقى شكلها شيك جدا. برضه نفس موضوع البورسلين، بنحط ماده بنركب الشيتات. طيب الفراغات اللي جوه دي يا هندسه هتتدرس ازاي؟ بنفس لون الماده، نفس اللون الاخضر اللي موجود، فهتطلع شكلها شيك جدا. حددنا فيها، فصلنا العلاقه ما بين الشيتات اللي موجوده ما بين البلاطه 160 في 80 بزاويه سوداء نفس لون الاكسسوارات. الحمام برضه نفس الموضوع، حطينا فيه الزاويه. كل الفراغات دي لسه ما اتسقتش. الشباك الالوميتال لما يجي يركب هيركب من بره. اصبح ان دي اصبحت معايا جلسه شكلها شيك جدا، نستخدمها في اي ديكوريشن ايتم او نحط عليها فيها زرعه او اي حاجه. نخش على الكوريدور معانا واخدين بلاطتين 60. اللحام اللي في النص مكمل للاخر. بنستلمه ازاي؟ بنستلمه عن طريق ميزان الليزر. لازم اللحام يكون من الاول للنهايه ستريت، شكله حلو وانت داخل على الكوريدور، يبقى عينك مش متضايقه. خش على المطبخ معانا لو خدنا بالنا حطينا نفس السيراميك البورسلين اللي موجود، نفس بورسلين الريسبشن. معانا هنا واخدين الباك سبلاش في الجزئيه. ايه الباك سبلاش؟ اللي هو بيبقى ما بين الوحدات العلويه والوحدات السفليه، بنحطها بورسلين. خلاص مش محتاجين ان احنا نعمل كل ده بورسلين، تكلفه كتيره على الفاضي. طيب الجزئيه اللي موجوده هنا، خلاص الباب هيركب هنا، فاصبح ان هيبقى في فراغات باينه معانا هنا، فخلاص خدناها بالكامل من البورسلين. ست البيت لما تيجي تتكلم في المطبخ، الشفاطات خدوا بالكم كده، هنا مكان البوتاجاز الشفاط شغال بالمناسبه دلوقتي. الشفاط بيشفط زي ما انتم شايفين كده، بيشفط اي ادخنه موجوده. بنكتفي بس بالشفاط موجود في البوتاجاز؟ لا، لو خدتوا بالكم برضه هنا، تعال صور هنا كده، ده برضه الشفاط موجود، هيتعمل بجريلا شيك جدا وهيبقى شكله مناسب جدا في المطبخ. اصبح ان مفيش ادخنه ولا ابخره حاجه تضايق ست البيت. اعملي مطبخ امريكان، اعملي مطبخ مقفول، مش هتتضايق. خش على الليفنج، نفس البلاطه 120 في 60، مستخدمين الكليبسات والصلايب. البلاطه لسه ما تخدمش عليها، البلاطه دي شكلها مط، لسه مع الاضاءه هتبقى شكلها حلو جدا وجميل جدا. خش بعد كده على باقي الشقه، نفس الموضوع، مكملين بلاط. خدوا بالكم من التفصيله دي، فاصلين هنا مش مبعبعه، فاصلين هنا بزاويه. اما نيجي نقفل الباب مش هيبان الزاويه دي، هيبان خامه البورسلين. هتخش من جوه هيبان خامه الباركيه اللي موجوده، فدي بتتحط بالطريقه دي. بنسيب كده 3 سم، لما تيجي هتشوفها كويس جدا بعد اما الباب يركب. هنا معانا بلاط الباركيه، نفس الموضوع، بيتركب بكليبسات وصلايب ونحافظ عليه. نعمله وناخد بالنا من حاجه مهمه، ده لسه ما اتسقاش. لازم اي حاجه لما تيجي تتسقي ماده سيتوفيل، حاجه محترمه، بتبقى شكلها نفس شكل الخامه اللي موجوده. خش على الحمام الرئيسي وجمال الحمام الرئيسي، برضه نفس الموضوع. الشقه دي كلها مستخدمينها
البلاط البورسلين المط. معانا هنا الحوض، بالمناسبه السلك اللي طالع ده لاضاءه لتحت الحوض. معانا هنا الحوض، معانا هنا تاسيس للمحبسين، معانا هنا تاسيس سخان الفور. طيب نخش بعد كده على القعده. طب نشوف بقى التفصيله المهمه دي. هنا معايا الكابن شاور، مش عايزين نعمل معابر، مش عايزين نعمل هنا تبقى بارزه، فاحنا غطسناها. عملنا هنا السكوريت، الزاويه بتاعه قطوع السكوريت اللي هيجي يخش جواه. طيب لحد فوق. طيب وهنا خدناه 50 سم، وهنا برضه غطسه اهي. طيب العلاقه بقى اللي من بعد البورسلين، بعد الزاويه الغطسه لحد هناك، فصلناها بزاويه ثانيه زي ما انتم شايفين كده. طيب ليه فصلتها؟ ما كنت ممكن تاخد اللحام كله على بعضه. فصلناها عشان احنا معانا الميول في الحته دي راميه على الجريلا، فاصبح ان احنا هنا في هنا ميول راميه على البيبه من هنا، وفي هنا ميول مختلف رامي هنا، فالعلاقه ما بين هنا وهنا بيبقوا مش ماشيين مع بعض، فاحنا لازم نفصلهم بالزاويه اللي موجوده هنا. يبقى انت لما تيجي تركب سكريت وعايز تخليه مش باين، بتركب له الزاويه الغطسه اللي موجوده من هنا على حسب مقاسها قد ايه لحد فوق، والزاويه الثانيه تجيبها اللي شبه دي عشان تفصل العلاقه، عشان في ميلين مختلفين، الميل اللي رايح على البيبه والميل اللي هنا اللي رايح على الجريل. هنا الخوارنق اللي موجود معانا هنا شكله شيك جدا، هيتحط هنا دولاب خشبي هيبقى كويس جدا. نفس موضوع الفاصلين هنا الزاويه. نخش بعد كده على حمام الماستر. لسه احنا في مرحله البورسلين، لسه الموقع ما تهندلش اول رف. نخش بعد كده على حمام الماستر. معايا هنا الكابن شاور، هنا نفس الموضوع، هنحط الزاويه الغطسه هنطلع منها ب50، وبعد كده الزاويه الثانيه هنفصل العلاقه ما بيننا عشان في ميول راميه على البيبه وفي ميول راميه على الجريلا راميه على البيبه، فهنفصلهم. الحته دي فاضيه ليه؟ الحته دي فاضيه هنحط فيها نفس الشيتات اللي موجوده، نفس الشيت بتاع ده هيود مع ده. هنا حاجه مهمه جدا لما تيجي تعمل ليب بروفايل في خوارنق، اما تيجي تمد السلك بتاعه، صنايعي البورسلين هو اللي بيركبه، بيفتح له ونطلع السلك زي ما انت شايف كده، وبعد كده صنايعي البورسلين هو اللي بيركبه ويجي يفنشه كهربائي. ناخد برضه بالنا من حاجه، هنا في خزان دفء، فبنين مصححين الحمام من الاول للاخر، مستخدمين خوارنقات هنا وهنا وهنا، شكله شيك جدا. طب الباب الشباك ده كان معانا فيه مشكله، ان احنا كنا عايزين نرحله كده ما عرفناش عشان هو هنا مقفول من الحته دي، ده جار. طيب عملنا ايه؟ خلاص عالجنا العلاقه دي، عملنا خوارنا في الحته دي، اصبح ان هو سيمتري وشكله شيك جدا. طيب احنا صححنا الحيطه دي، بنينا طوبه كامله، الحته دي تستغل يبقى شباك الالوميتال يركب من بره، والحته دي تستخدم كجلسه او كحاجه ديكوريشن ايتم، هيبقى شكلها مناسب جدا. ده كده تفصيله البورسلين اللي احنا ركبناه في الموقع. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الموقع ده، واقول لكم كل جديد وكل تفاصيل والحاجات اللي طلعت فين. شكرا.